ازاي تحرق ويندوز 11 على فلاشة او اي ويندوز تاني بكل سهولة؟ طبعا اكيد سمعت كلمة حرق دي قبل كده. فكلمة حرق معناها مش انك انت تبوظ النسخة خالص، دي كلمة حرق جاية من البرامج بتاعت زمان لما بتيجي تحرق او تنزل ويندوز على سي دي، فكان بيبقى مكتوب قصادها حرق الويندوز. فمن هنا جت فكرة حرق الويندوز وبقينا نقولها كتير، حرق ويندوز على فلاشة. فالنهارده هنتعلم في الفيديو ازاي نحرق ويندوز 11 او اي ويندوز تاني على فلاشة بكل سهولة. كل اللي عليك بعد لما بتحمل النسخة بتكون ظاهرة معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، زي ما احنا شايفين كده، وده لان انت ما عندكش برنامج الترا اي او اس اللي هو الشكل اللي موجود قدامك ده. فهتحمله، البرنامج سهل جدا تثبيته، مش هياخد منك ثواني. بعد لما تثبته هيظهر معاك او شكل الايقونة هتتغير معاك تماما، هتلاقيها متغيرة معاك بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض كده. زي ما احنا شايفين هنيجي هنا كده هتلاقيها اتغيرت معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. كده هتقدر تحرقها على البرنامج مفيش اي مشكلة. بعد كده هنحتاج برنامج اسمه ريفيوز، زي ما احنا شايفين قدامنا ده موقع البرنامج الرسمي، هسيبهولك اسفل الفيديو. هتيجي تحت كده شوية وتضغط هنا تحميل على اخر اصدار، اول ما بتضغط عليه ضغطة هيحمل معاك على طول. بعد كده هنضغط دبل كليك على البرنامج زي ما احنا شايفينه قدامنا ونقول له يس، هيظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بعد كده هنوصل الفلاشة بتاعتنا، وطبعا مش هتكون اقل من 8 جيجا زي ما احنا شايفين. هنبص نلاقي البرنامج بدأ يقرأ الفلاشة هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا، نتأكد ان هو قراها. بعد كده نيجي عند سيلكت نختار مكان النسخة بتاعتنا، دبل كليك هيبدأ يحمل لنا النسخة. هنسيب كل حاجة زي ما هي، مش هنلعب في اي اعدادات. بعد كده هنيجي نقول له ستارت، زي ما احنا شايفين هيجيب لك رسالة ان هنا المواصفات او هل الكمبيوتر ده مطابق للمواصفات بتاعة النسخة. فلو عملت علامة صح لكل حاجة انت كده هتتخطاها، لو شلت كل حاجة بتاعة علامة الصح فانت كده بتقوله ان الجهاز مطابق والدنيا تمام. فمن الاخر او عشان تريح دماغك علم على علامة الصح لكل حاجة عشان تتخطى كل المواصفات دي. بعد كده هتقول له اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هيجيب لك رساله تحذيريه ان هو هيفرمت الفلاشه زي ما احنا شايفين قدامنا. هنقول له اوكي، هيبدا يفرمت لك الفلاشه في خلال ثانيتين 3 كده زي ما احنا شايفين قدامنا، هيفرمت الفلاشه تماما. فطبعا لازم يكون الفلاشه فاضيه، ما يكونش عليها حاجه غير ان هي تبقى للنسخه فقط. وبعد كده هيبدأ يعمل لك نسخ او تحميل او حرق للويندوز بتاعك اللي انت اخترته على الفلاشة. هنستنى طبعا لحد ما يوصل ل100%، وما ينفعش تقفل الكمبيوتر او تلغي البرنامج وهو شغال كده علشان يحصل معاك مشاكل وممكن الفلاشة بتاعتك تتحرق او ما تشتغلش معاك مرة تانية. فهنستنى لحد لما يوصل للاخر، وبعد كده هتكون النسخة بتاعتنا تمام. بعد لما يوصل معاك ل100% هيظهر معاك بالشكل ده، يقولك ان هو ريدي وان النسخة بقت تمام اتحملت على الفلاشة وتقدر تستخدمها عادي جدا وتثبتها على الكمبيوتر مفيش اي مشكلة. نلغي بقى ده كده ونيجي نشوف شكل النسخة. لو جينا دخلنا على بي سي بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا هنلاحظ ان النسخة نزلت معانا اهي، ودي الملفات بتاعة الويندوز وتقدر تستخدمه بكل سهولة مفيش اي مشكلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم.